نقدر نقول ان انت دخلت عالم الموسيقى من وانت في ثانوي مثلا بالفعل بقى، يعني دخلت فعليا وانت في المرحله الثانويه. اه هل ده اثر على العمليه التعليميه بتاعتك؟ وهل برضو البيت بقى والاسره عرضوا ده ولا كانوا مع ده ولا ايه اللي لا حصل لا لا لا، ساعتها؟ كانوا مع ده ايه؟ ده هو كانت حرب شنيعه، وعشان اثبت لهم ان الموسيقى ما بعدتنيش عن العلم، كنت بذاكر بشكل غير طبيعي وباخد درجات عاليه جدا جدا. يعني باخد درجات على الناس قاعدين بس يفحتوا في الكتب وحاجات كده. فدي كانت محيراهم، يعني مش قادرين يعاقبوني صح، لان كان كل ما كل قولهم انت اخرك محمد علي ولا عوالم مش عارف ايه. فيعني مش مصدقين ان انا بجيب الدرجات دي. صح. لان ثانيه ثانوي انا كنت بشتغل مع تحيه كاريوكا، يعني مش حد صغير. طبعا. مسرحيه كانت بتعيد مسرحياتها القديمه، حاره الشرفاء وقهوه التوته وشفيقه القبطيه، بتعيدهم تاني ريميكس جديد، وانا برقصها تلت ساعه فصل تاني بالاكورديون. فده شبه اعتراف، يعني انا باخد فلوس، هم مش عايزين كده. عايزينك يعني تذاكر لما كنت وتجتهد. قبل كده وانا في الاعدادي اروح عيد ميلاد مثلا مع اصحابي مين بقى؟ اللي هو دلوقتي الدكتور حسن شراره، حسن ابو السعود الله يرحمه مش عارف مين. المهم فاروح الفلوس اللي اخدها، اللي اخد 50 قرش 45 قرش لازم اصرفهم قبل ما اروح البيت. ليه بقى؟ هيقولوا لي جبت الفلوس دي منين؟ انا نازل من البيت واخد كتبي حطيتها في شنطه الاكورديون ورحت لعيد الميلاد. صح. خدت فلوس لازم ما اعرفش اخبيها مع مين. يعني انا مش واثق في اصحابي. صح، فاصرفها بقى وانا راجع. ما حوشتش حاجه. نروح بقى سوق الفاكهه نجيب فاكهه نجيب مش عارف. المهم قعدت بقى يعني اصارع في الموضوع ده لحد ما جيت في يوم من الايام عرضوا عليا بتاع ده فرق مسرح منوعات بتاع محمود شارع الألفي. مسرح منوعات ده بيبدا من الساعه 9 لحد الساعه 2 صباحا. متاخر قوي. يعني متاخر قوي. صراع في البيت طبعا. وبيشتغل معايا مين بقى؟ انا بشتغل ورا محمد عبد المطلب، محمود شكوكو، سوريا حلمي، زنات علوي، محاسن مرسي، الله. الجزاوي عمر الجزاوي. يعني برنامج 10 فقرات طبعا يوميا. حاجه تقيله، يعني حاجه ومسؤوليه. وباخد 45 جنيه في الشهر. الناظر بتاع الخدويه بتاعي بياخد 13 جنيه. يعني ده كان كمان مبلغ حلو جدا جدا. باجر منهم ب 15 جنيه اكورديون و30 جنيه بصرفهم. كانت زينات الله يرحمها يا ابني امسك ايدك يا ابني انت بتعزم ناس كبار في السن. المهم قعدت في الموال ده بقى طبعا صراع في البيت لدرجه سبت البيت. يعني اخر ما سقيت بقى دي بقى كانت يعني اتخانقتوا او حاجه كده زعلت منهم مع فسبت اخويا البيت. الكبير. كنت في ثانوي ساعتها. كنت في ثانوي. وكان بصراحه والدتي كانت يعني عشان بتحب الفن قوي وصوتها كان حلو، تروح المطبخ وهي بتطبخ تغني ولا حاجه نسمعها. فهي منعطفه يعني في عاطفه بالنسبه لي جدا، انما اخواتي لا. فسبت البيت ورحت اوتيل في نفس المكان اللي انا قريب من المكان اللي انا فيه في شارع العتبه الخضراء. بس قعدت فتره فيه. ورجعت بقى لما شهاده المدرسه جت لهم على البيت فلاقوني درجاتي حلوه قوي. مفيش حجه، انا مش سايب التعليم اهو، وانا مش رايح محمد علي زي ما انت قلت وبتاع. راحوا جابوني من الاوتيل وطلعت على البيت. مشيت بقى مع فرقه مسرح منوعات الى ان بليغ حمدي رحمه الله عليه في معهد الموسيقى. كنت بروح اخش المعهد ده يا سمر الاقي مين؟ ترابيزه قاعد عليها القصبجي والسنباطي ومحمود الشريف. ترابيزه ثانيه بليغ حمدي ومش عارف محمد فوزي. يعني كلهم اسماء رنانه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.